السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حورس للدي جي. احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم على موضوع من ضمن المواضيع اللي تهمنا، لأن أكترية الناس اللي معانا في المجال يعني بيجمعوا السماعات بتاعتهم، ما بيجيبوهاش طبعا أوريجينال والكلام دوت في ظل الغلا اللي احنا فيه والكلام دوت. بنحاول ندي شوية معلومات عشان لما تيجي تختار نظام الصوت بتاعك بيبقى حاجة كويسة، وتبقى فاهم انت بتعوز ايه او بتختار ايه او بتشتغل على ايه. احنا النهاردة هنتكلم على السماعة. السماعة، ايه المميزات اللي انت تقدر تحكم بيها على السماعة ديت، وتقدر تقول ان السماعة ديت بتديك احسن كواليتي او احسن شدة صوت او احسن كفاءة. فاحنا عندنا هنا أهم ما يعني بيهمنا في السماعات لما نيجي نختار السماعة. أول حاجة، في ناس بتقع في غلط كبير قوي، اللي هما أول ما بيسألوا على السماعة بيسألوا ديت كام واط. والحقيقة اللي هي كام واط ديت مش المقياس اللي هي تبقى السماعة ديت الكفاءة بتاعتها عالية أو لأ، أو مش هيبقى المقياس اللي هي تديك شدة صوت عالية أو لأ. لأن مش الوات بس هو اللي بيبقى العامل اللي احنا لازم نكون بنبص عليه في السماعات لما نيجي نختارها. العامل المهم اللي احنا عندنا، هتلاقي فيه مثلا سماعتين الوات بتاعهم ديت مثلا 100 واط ودي 100 واط، بس في واحدة بتدي شدة صوت عن التانية أعلى. طيب ايه اللي بيخليها تدي شدة صوت أعلى مع إن ديت 100 واط وديت 100 واط؟ زي اللمبات اللي هي الموفرة كده، يعني دوت يقول لك مثلا اللمبة ديت بتدي مثلا 9 واط، وهتلاقي لمبة تانية بتدي 50 واط. هتلاقي من 9 واط ديت بتدي شدة إضاءة زي 50 واط. طب ايه اللي خلاها تدي شدة الإضاءة ديت؟ الحساسية بتاعتها أو السنسيفيتي بتاعتها اللي هي الحساسية بتاعتها، أو التكنولوجيا اللي هي داخلة في التصنيع بتاعتها اللي هي موفرة للطاقة أو الكلام دوت. فهم عاملينها اللي هي بتبقى حساسة لشدة الضوء، اللي انت تديها واط قليل فتديك شدة ضوء عالية. ده كذلك الأمر في السماعات. انت عندك السماعة اللي بيهمك قبل الواط والكلام دوت، اللي بيهمك الحساسية بتاعت السماعة بتاعتها. كل ما كانت الحساسية بتاعتها أعلى من 82 دي بي، كل ما كانت السماعة دي كويسة. كل ما كان السعر بتاعها هتلاقيه أغلى شوية. كل ما اديتك شدة صوت عالية، لأن أقل واط منها بيديك شدة صوت عالية، عكس التانية اللي هي لو اديتها نفس الواط مش هتديك نفس شدة الصوت ديت. فاحنا اللي يهمنا يا جماعة، اللي احنا لما نيجي نختار سماعة لازم نعرف مش الواط بتاعها بس، لا احنا لازم نعرف الحساسية بتاعتها. طيب أنا عرفت الحساسية بتاعتها والواط بتاعها، هل أنا كده بقى اخترت السماعة الصح والمناسبة ليا؟ لا طبعا، لسه في حتة تانية اللي هي نقدر نختار السماعة عن طريقها، اللي هي انت هتوظف السماعة فين. الكابينة اللي هتحط فيها السماعة، البوكس اللي هتحط فيه السماعة دوت هيبقى عايزه ينتج أنهي ترددات. فاللي يهمك في السماعة إنتاج المدى الترددي، ال 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 الخط السير اللي هي هتمشي عليه، السرعات بتاعتها اللي هتمشي عليها. هل ديت بتديك عايز مدى ترددي متوسط، عايز مدى ترددي عالي، عايز مدى ترددي منخفض كبيز والكلام دوت. فانت اللي يهمك حتة المدى الترددي دوت. كل ما زاد المدى الترددي بتاع السماعة، كل ما كانت السماعة ديت بتديك كفاءة وبتديك وضوح للصوت أعلى. يعني مثلا لو عندها سماعتين، سماعة مثلا بادئة من أو بتدي المدى الترددي بتاعها مثلا من يعني هنقول مثلا من 100 هرتز لغاية 2000 هرتز، وفي سماعة تانية من 50 هرتز لغاية 2000 هرتز، أنهي الأحسن؟ طبعا مع ثبات الحساسية وثبات الواط والكلام ده. فهنلاقي اللي هي من 50 لغاية 2000 ديت الأحسن، لأن المدى الترددي بتاعها مدى أكبر، فهتديك نغمة صوت، أو هتديك صوت واضح، مفيش فيه
أي ترددات ناقصة، فهيبقى الصوت المسموع أوضح، هيبقى الصوت المسموع مليان بالمعنى الدارج اللي احنا بنتكلمه، هيبقى صوت أوضح، صوت فيه تفاصيل أكتر. فدي برضو بتختلف من حد للتاني، اللي هو ممكن يختار السماعة. في ناس، يعني ناس كتيرة طبعا لعدم معرفتهم أو هم مش واضح معاهم شوية معلومات كده في المجال، بيختار السماعة على البيك بتاعها، رقم البيك بتاعها، اللي هو مثلا لو هي مثلا يقول لك ديت مثلا 2000 واط، يجي يبيع له يقول له ده 2000 البيك بتاعها. فأنت بالتالي أنت بتيجي البيك بتاعها ديت يا جماعة، معنى بيك اللي هي فترة لحظية بتستخدمها، بتقدر تتحملها السماعة. لا قدر الله حصل عندك صفارة أي حاجة، الواط عالي، الكلام دوت، فترة لحظية ممكن تتحمل السماعة الواط الكبير أوي دوت. فهتلاقي البيك ده في الواط الفعلي اللي هي شغالة عليه. يعني إيه واط فعلي؟ الواط الفعلي دوت يعني معناه إن، يعني عاملة زي العربية كده. العربية الموتور بتاعها دوت مهيأ اللي هو يمشي وأنت ماشي على سرعة 100، هو ماشي تمام، مفيش أي سخونية فيه، مفيش أي حاجة. لكن هتمشي على سرعة 200 والكلام دوت هيبتدي يسخن وممكن يولع كمان، لان هو مش مهيأ للقصه ديت. فانت البنزين بتاعك او الموتور بتاعك هو مهيأ لكده. وكذلك الامر السماعه. فالسماعه عندنا لازم يكون المدى الواط بتاعها الفعلي ده اللي تقدر تمشي بيه لفتره معينه من الشغل دون ان يحدث لها ضرر. اما بالنسبه للبيك دوت، فهو بيديك زي حتة حماية. أنا بقول لك حتة الحماية ديت بتتحمل لغاية 2000 واط، بس خلي بالك ديت لمدة ثواني. ففي ناس تفتكر إن البيك دوت هو أعلى، يعني هو دوت الواط الفعلي اللي هو بتاعها، وتيجي تختار طبعا البورات على نفس القصة ديت، وفي الآخر السماعة بتتحرق منهم ويحصل تلف فيها وما تبقاش كويسة. فاحنا بنحب نوضح شوية المعلومات الصغيرة ديت يا جماعة، لأن المعلومات ديت المفروض هي مكتوبة على السماعة اللي جاية دي، البيانات بتاعتها. فعندنا السماعة ديت بتبقى مكتوب عليها ال RMS. ال RMS دوت اللي هو الواط الفعلي اللي أنا أقدر أمشي بيه، الواط الفعلي اللي أنا أقدر أبقى شغال عليه، تمام، دون أن يحدث ضرر لفترة زمنية معينة. أما عندنا بالنسبة للبيك، عشان الناس تبقى فاهمة، ديت فترة لحظية، فترة لحظة كده، عدد من الثواني معين اللي تقدر السماعة ديت تبقى شغالة فيهم، أو تتحمل شدة الواط العالي اللي هو جايلها، أو السيجنال اللي جايلها، الإشارة العالية اللي جايلها، فدون أن يحدث لها ضرر، من غير ما تبوظ أو تتحرق أو يحصل حاجة في الكويل بتاعه الكلام ده. فاحنا النهارده بنقول يا جماعة، لما حد يجي يختار السماعة ديت، السماعة ديت بتختارها بناء على رقم 1 الحساسية بتاعتها، رقم 2 الواط بتاعها، رقم 3 المدى الترددي اللي هي بتبقى شغالة فيه، من وإلى. فلازم يا جماعة نبقى فاهمين إن السماعة ديت الحساسية بتاعتها كل ما كانت أعلى، كل ما كان الكفاءة بتاعتها كويسة، حتى لو الواط بتاعها قليل. لأن بحسبة بسيطة كده، أنا لو جينا نحسبها مثلا هتلاقي مثلا السماعة دي بتدي 92 دي بي عند 1 واط، يبقى أنا لما بديها 1 واط بتديها 92 دي بي. طب اديتها 2 واط هتديك 95 دي بي. طب اديتها 3 واط، أنت كل شوية بتزود ضعف الواط. يعني أنت اديتها 1، بعد كده 2، بعد كده 4 واط، بعد كده 8، بعد كده كذا 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 كذا، لغاية ما توصل للشدة أو الدرجة العظمى اللي هي ممكن تتحملها، اللي هي لغاية مثلا يقول لك دي 200 واط، 300 واط، الكلام دوت. فأنت لما تيجي مثلا شاري سماعة، السماعة ديت مثلا بتديك 92، تمام، بتديك 92 92 دي بي عند 1 واط. طيب وشاري واحدة تانية برضو بتديك 95 دي بي عند 1 واط. طيب عند ال2 واط
بالنسبة ل92 ديت هتلاقيها بتديك 95. طب عند ال2 واط بالنسبة ل95 هتديها 98 دي بي. فشوفوا يا جماعة، يعني احنا عند 1 واط هنا وعند 1 واط هنا كانت بتديك كام؟ واحدة بتدي 92 وواحدة بتدي 95. تمام. طب عند 2 واط لقيت لك واحدة بتدي 95 والتانية بتدي 98، بتزود 3 دي بي لما بتضاعف الواط. فأكيد شدة الصوت اللي خارجة، حتى لو انت اللي عندك ديت مثلا 200 واط ودي 500 واط، فال 200 واط ديت عقبال ما توصل لل 200 بتاعها هتديك شدة صوت يمكن قد التانية اللي هي ال 300 واط، بس الحساسية بتاعتها أقل منها. فهي الحتة ديت يا جماعة دي اللي لازم نفهمها، لازم نعرف الحتة ديت الفرق ما بين دوت ودوت ايه عشان نبقى فاهمين. ولازم لما نيجي نحط السماعة نحط السماعة طبعا في المكان بتاعها المناسب، في الكابينة بتاعتها المناسبة. السماعة ديت عايزة أخليها تنتج ترددات عالية، السماعة ديت عايز أخليها تنتج ترددات متوسطة، السماعة ديت عايز أخليها تنتج ترددات منخفضة، عشان نبقى فاهمين القصة بتاعتنا ديت. ولازم الصوت بتاعنا يكون متناسق، يعني لازم يكون في سماعات بتدينا الترددات العالية، في سماعات بتدينا الترددات المتوسطة، في سماعات بتدينا الترددات المنخفضة، ولازم نكون فاهمين القصة ديت. حتى عندنا يا جماعة لما بنيجي مثلا نشتغل بنظام صوت عندنا، بتلاقي السماعات طبعا بتختلف الأقطار بتاعتها عن بعضيها. يعني مثلا دي 8 بوصة، دي 6 بوصة، دي 2 بوصة، ده ديت 10 بوصة، 12 بوصة، 15، 20، 18، 21 بوصة. فبتختلف الأقطار يا جماعة، وكل ما زاد القطر كل ما كان التردد اللي بينتجه منخفض. يعني البيز عندنا احنا مش هنحط الحاجات العالية، تمام، هنحط الحاجات اللي هي مش هنحط قصدي الأقطار المتوسطة الصغيرة عشان تنتج بيز، لا، احنا بنحط الأقطار الكبيرة، بنحط السماعات الأقطار الكبيرة. ليه؟ كل ما زاد القطر كل ما كان التردد اللي بتنتجه قليل أو منخفض. مش منخفض في شدة الصوت، لا، منخفض في الإنتاج من نوع التردد دوت. تمام. احنا لازم نكون عندنا مثلا عندنا نظام صوت مثلا عبارة عن سماعات 12، فلازم يكون عندنا برضو بنفس نظام الصوت دوت سماعات 15 برضو، ولازم يكون عندنا في نظام الصوت بتاعنا سماعات 18 عشان نكمل المدى الترددي. يبقى ال 12 ديت مسؤولة عن منطقة في الترددات العالية والترددات المتوسطة، السماعات ال 15 ديت مسؤولة عن الترددات المتوسطة بس المنخفضة منها، السماعات ال 18 ديت مسؤولة عن الترددات المنخفضة اللي هي البيز بنسميها. فلازم تكون عندنا يا جماعة نظام الصوت دوت بتاعنا لازم يكون متكامل، ما تطلعش بحاجة وتنسى حاجة تانية، ما تطلعش مثلا بسماعات 12 بوصة وتنسى ال 15. عشان كده نلاقي في اللاين مثلا في عندنا بيبقى اللاين مثلا عبارة عن 12 والكلام دوت عبارة عن شرايح متوصلة مع بعضيها ورا بعضيها، تمام، ونلاقي فيه فوق سماعة مثلا 18 بوصة، سماعة 15 بوصة بعدد معين عشان نكمل المدى الترددي أو نكمل الصوت، ما يبقاش الصوت ناقص معانا مع اللاين. فده بنلاقيه كتير قوي. ليه هم بيعملوه كده؟ مش هباء، لا، لأن في سماعات بتنتج مدى ترددي معين وبيبقى فيه حاجات ناقصة في مدى ترددي معين ناقص عشان يكتمل وضوح الصوت، يبقى الصوت مليان، يبقى الصوت واضح. فبالتالي بيحطوا السماعات ديت وبيحطوا طبعا الساب ووفر او بيحطوا السماعات البيز باللغه الدارجه عندنا على الارض. وفي برضو بعض ال 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 الاماكن بيحطوا السماعات الساب ووفر متعلقه فوق عشان يدوا مسافات بعيده، وعشان يبقى الصوت بيدي طبعا على مسافه كيلو او 2 كيلو او ايا كان. طبعا الحفلات اللي بتبقى كبيره قوي وبتبقى العدد فيها بيوصل ل200,000 ونص مليون وساعات بيوصل لمليون لما بيكون في مسافات كبيرة جدا، فبيعلقوا بيدوا صوت كامل كامل في المدى الترددي فوق، بيبقى متعلق على طبعا ارتفاعات معينة على حسب زاوية التغطية وعلى حسب برامج طبعا تغطية الصوت والكلام دوت.
فديت بترمي، فبيبقى اللي واقف مثلا من على بعد مثلا 300 متر 400 متر 500 متر سامع الصوت كله واضح، سامع هاي وميد وميد لو وبيز وكل حاجة بتبقى واضحة ليه. فزي ما بقول لكم يا جماعة، لما تيجي تختار سماعة لازم تكون فاهم السماعة ديت ايه قصتها، ايه بياناتها، بتشتغل في ايه، بتنتج ايه، ايه البوكس اللي هو المفروض تتحط فيه. انا واخدها عبارة عن استخدمها في ايه، ده اللي لازم نفهمه، ده اللي لازم نعرفه. انا واخدها عبارة عن ايه، او استخدمها في ايه، او هحطها فين. هل انا احطها في مونيتور، هل انا احطها في هوية، هل انا احطها في بيزا، هل انا احطها مثلا في ستيج اللي هي المطرب يبقى سماعة ليه. ففي حاجات كتيرة يا جماعة لازم نبقى فاهمينها. تمام. متنسوش تعملوا لايك بقى وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله بإذن الله سيبولي في التعليقات بتاعتكم المواضيع اللي انتوا عايزيننا نتكلم فيها، وإن شاء الله بإذن الله هتبقى كل المواضيع اللي جاية بإذن الله مواضيع كويسة وهتخص المجال بتاعنا. بتكلم طبعا عن المجال، طبعا الناس اللي بتتابعنا بره جمهورية مصر العربية، أنا آسف إن أنا بتكلم باللغة العامية لأن في ناس عندنا كتيرة يعني في معلومات بحاول اوصلها لهم او ابسطها لهم عشان توصل لهم بمعنى سهل شويه. ولان احنا عندنا هنا في مصر بصفه عامه للاسف ما بنعتمدش على الاوريجينال، احنا هنا بنجمع الصوت، فعشان كده انا بتكلم بالكلام دوت. لكن احنا المفروض الكلام اللي انا اتكلم فيه او المفروض اللي احنا نعرفه ان السماعه تيجي مكتوب عليها البيانات ديت عباره عن كذا 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 كذا، انت بتستخدمها لكذا كذا كذا. الامبليفاير اللي بيوصل عليها سواء كانت بري او سواء لو كانت اكتف اللي هي فيها باور داخلي ديت يتوصل عليها سيجنال معين كذا كذا كذا. فالمفروض هنلاقي الكلام اتغير، بس للاسف احنا هنا عندنا ممكن بتاع الراجل بتاع الدي جي هو المسؤول وهو اللي بيجمع وهو اللي بيشتري وهو اللي بيطلع صوت وهو اللي بيقسم الصوت وهو. فللأسف مفيش تخصصات عندنا. فعشان كده احنا بنحاول يعني نبسط المعلومات، لأن في ناس كتيرة في ظل زيادة السعر على مستوى العالم، احنا في ناس كتيرة بتشتري حاجات هي ما بتبقاش فاهماها وبيحصل لها ضرر وفي الآخر هي بتطلع خسرانة. وطبعا ما يبقاش عندها فكرة عن الصوت وهي عايزة تخش في مجال الصوت من غير ما تعرف عنه أي حاجة، فبالتالي طبعا بتخسر كتير، وبالتالي ما بتقدرش اللي هي تستمر في القصة ديت. فاحنا بنقول أو أنا بقول الفيديوهات ديت أو بعمل الفيديوهات ديت عشان تبقى احنا بندردش مع بعض. احنا ما بنتكلمش في هندسة صوت ولا الكلام دوت، احنا بنتكلم عبارة عن ألف ب صوت، مبادئ الصوت، شوية معلومات كده بنحاول نتسلى مع بعض. نقول شوية مشاكل بتقابلنا. إن شاء الله بإذن الله في الفيديوهات الجاية بإذن الله هطرح عليكم شوية أو شوية مشاكل وحل بتاعها إيه لو أنت واجهتك والكلام دوت. فإن شاء الله بإذن الله تابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش اللايكات يا جماعة بقى عشان إيه نظبط الدنيا، وعشان القناة تبقى متفعلة على اليوتيوب وعشان توصل لكل الناس بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله في فيديوهات جاية جديدة، وأسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.